يا غدار عنادي حني مرة وارحمينا، يا فرحة ليه طول غيابي والوجع من اكتفينا. سيبي يا غدار عنادي حني مرة وارحمينا، يا فرحة ليه طول غيابي والوجع منه اكتفينا. في وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع، دنيا ظلمك حد وين ما بدت غير حسرة وجع، وشحت انا وجع السنين خلق الله عماها الطمع، الراجي ربنا ما بخيل والسند ربنا ما بقى. يا دروب يا دروب يا دروب يا دروب يا دروب الرجع ودي للحبايب رجعينا، يا زمان الفرقة عدي خلي أفراحك تجينا، قد بضلك في الهجيرة يا غميمة تضللينا، شد حيلك يا خطاوي يا مسافات تجمعينا. يا غدار عنادي حني مرة وارحمينا، يا فرحة ليه طول غيابي والوجع فيه اكتفينا. في ظلمة الليل الطويل ضاع العمر غربة وسفر، جوانا رغم الهم أمل راجين تباشير المطر، صابرين وتب ما فينا حيل ماشيين عليه كف الغدر، صابرين وتب ما فينا حيل ماشيين عليه كف الغدر. يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب. مكتبة المكتبة إكسبريس نقدم لعملائنا الكرام جميع أعمال الدعاية والإعلان، جميع أعمال الإكريليك، طباعة البوسترات بجميع أحجامها، طباعة UV على المعادن والملابس، جميع الخدمات المكتبية. عنواننا العين، شارع التخطيط قبل صيدلية لايف. الأرقام أسفل الشاشة. سمون عبد الحفيظ السيد.
سامعك. ألف مبروك، بكرة الإفراج اللي سرحان قبله. سمونة افرحي، مالك ما مبسوطة؟ انبسط وانا لي 9 سنين هنا. انبسط 9 سنين دي دخلت السجن مظلومة. انبسط انت عارفة يا ندى في البر راقع من الجوا. انبسطي ما طالعة خلاص؟ ندى القاضي ده لو عارفني طالعة اسوي شنو ما كان قبل الاستراحة. طالعة اسوي شنو؟ مجدي مجدي؟ مجدي ده منو؟ مجدي ده ولد ولا بنت صوته ليه ما طلع. عرفة انتي سأكت ليه؟ المهم مصاب يا بنتي. انتي تقولي شنو؟ تقولي شنو يا عرفة؟ الجنين طلع ميت، ربنا يعوضك. انا عايزاك تهدى عشان صحتك، لو حصلت لك اي حاجه نحن مولدينك بالدس يا بنتي، ما في اي مستشفى بتقبلك. ربنا يعوضك والمؤمن مصاب. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلمتك 100 مرة أنا. قلت لك القرف اللي تشربي فيه ده حيضيع الطفل، وهسي هذا حصلت. إن شاء الله تشوفي الموت أنت يا أخي. ولد ميت تشوفي ليش؟ شوفي أنت زيك ده بشوف ولا بحس يا أخي؟ إن شاء الله تشوفي الموت أنت يا أخي. الله يعزاك ويعز سنينك أنت. عرفة أنا ما غلطت لما عرستك عرفي، وزيك ده أصلا غير عرفي ما ينفع يتعرس عديل. عرفة نظف الحتة دي سريع، وشوفي الزولة دي لو عايزة لها دريب ولا حاجة ما تقوم تموت لنا هنا كمان. وأنت يا سمونة أنا حسابي معاك بعدين. وبعد داك بكريته جاني البيت طلقني مرقته كده 5 دقايق مات. اما شرطة جات فتشوا البيت لقوا شوال بنقو تحت سريري. كيف ومتين دي حاجة بيعرفها مجدي براو. انسي اللي فات واطلعي جولة تانية من هنا وعيشي حياة جديدة. فعلا هبدأ حياة جديدة، حياة اسمها مجدي. يا مجدي على الأقل زيد الراتب للنور ده، لأنه عذبني وبيخاف يتكلم معك. عليك الله راتب شنو اللي زيد؟ ما هي هسي قاعدة تشجر وحراس الباب دي؟ داري لها زيادة كمان دي؟ زيدوا عليك الله يعني فيها شنو؟ بعدين ما تزعل لأنه كده حيعرف إن أنا اتكلمت معك. بابا قلنا الحلو ما تصور معانا. دقيقة دي أنا أجيب التليفون. دي منو يا مجدي؟ دي واحدة جات الذكرى واحدة جاها اللوتري فجاتنا في الشركة، جات أخذت معانا ذكرى صورة. وصورتها في تليفونك بتعمل في شنو؟ الصورة دي رسلها الشباب الجروب بتاعنا الشركة. وحضرتك يا المدير قاعد مع الموظفين في جروب الشركة؟ أيوه. مجدي ما تخليني أخطك في راسي. ديالا جيب التليفون ده.
كم مرة أنا كلمتك وقلت لك ما تشيل التليفون ده تاني في يدك، وأنا جايب لك ميبات يا أخي. مجدي والخلق الدنيا تاني في مد يدك على بنتي، انا دقيقه واحده ما بقعد لك. داير تخريبها؟ داير تطلعها معقده؟ انا كلمتك اخر مره تمد يدك عليها. أنت عايزة توريني أنا بربوها كيف؟ بوريك هاي يا اخي. طب مين قال لك الاطفال بربوهم بالدم؟ أنا اللي قلتها، أنا اللي قلتها. وأقول لك حاجة يا أخي، أنا طالع يا أخي، قرب في قريفكم يا أخي. اصحى يا ترس، حربك بس. عارفين كوتشي ود الحاج ماله؟ كوتشي ود الحاج دقس لانه ما حمى نفسه. في الفايتنج اهم حاجتين، تركز وتحمي نفسك. داير تفيك بنيه، ركز لانها لو ما نزل الصاحه تجيك راجعه. التركيز وحمايه النفس. الرنجه يلا خذوا لكم بريك وتعالوا. شنو هو الدجاح؟ دار تضحك فيك الشفع ولا شنو؟ لا حرب يا اخوي، عرفت كان جاي عديل يا معلم والله. لا ركز يا معلم، دي في ظروف تانية كانت دوك حنقك في يدك. قلت لك من ده سر هندي بنوت يا معلم. لا انا ماشي لبنتي يا زول مشتاق لها. انت عارف بدي اسالك سؤال. اها مرتك سمر دي ما بتغير؟ تغير من شنو؟ يا اخي انت بتحب بنتك اكتر من مرتك يا زول. يا اخي سمر دي السند والروح واي حاجه، لكن منيا دي براعه. عارف يا ولد الحاج؟ قول لي. انا منيا دي سميتها منيا ليه؟ ليه؟ لان انا كان عندي امنيه في حياتي اجيب لي بنت وجبتها والحمد لله. يا ناس يا ماشي ما تجيبنا. اختاني يا سندال تقيف الدنيا وتعيش منيا. عديل يا سندال، سلام يا زول. اي اوه ابن عمي العزيز. اوه نور، خبرك؟ منيا كيف؟ منيا تمام والله الحمد لله كويسه. يا اخي الليله مطمور علي في الفيلا، عاوزك يا اخي. خلاص بخشاك. تنقى زي ما رسمت لك الخطة. لو حسيت في أي نقش أطلق لك طوبة في باب ناس الدوج ده. ما فيها الوطن هار تليله. ما تسمع السماعة دي عربي كثير، قلت لك احصل. الحله دي كلها ما لقيت الا بيت اولاد الدوش. الناس ديل عارفهم، لو شموا خبر ساي في الحله دي عارف اللي بيحصل شنو؟ الناس ديل صعبين يا اخي. صعبين لك ليه غيرك ما ليه مافيا. لو هم صعبين انا اصعب من امتحان الكيمياء. لو انت شايفون انا ما شايفون، انا في الدنيا عندي الله الرسول مافيا. شوف يا تنقى دايرك تفتح الشايفة دي برا. البشر دي كلهم في الشغل، في البيت ما في الا الدوش. انت ما عارف ساعة مافيا بتفكر كيف؟ خلاص حنين. اللغة تكل هنا. مافيا؟ جابك هنا شنو؟ دايرك انت يا حلاوة. وداير من شنو؟
زهر، انت كويسة؟ الحمد لله يا بنتي، ناقصاني شوفتك. وانتي مرقتي كيف؟ مش قلتي مدتك لسه طويلة؟ يعفو عام، وانا من الناس اللي اختاروا. الحمد لله، ربنا كريم. هبة وين؟ هبة بعد ما انتي دخلت السجن ما قدرت ادفع عليها قروش المدرسة. شغالة في بوتيك هنا في الحلة، بتيجي بعدين. انا ماشية. ماشية وين؟ الخرطوم. الخرطوم؟ الخرطوم ما قريبة، تيجي تمتين عشان تمشي. وعندك فيها شنو؟ عندي كتير رايقيني، اديني رضاك. راضية عليك من يوم طلعتي من بطني، لكن فهميني الحاصل شنو؟ ماشي اشتغل، عاجبكم وضعكم ده؟ بعدين في واحدة كانت معي في السجن، قالت لي أول ما تطلعي تعالي اقعدي معي. كتر خيرك يا بنتي، شايلة همنا من أبوك طفش لحد الليلة. كتر خيرك. أنا ماشية. اقعدي شوية روقي، خدي لك معاني شهر شهرين. مشتاق ليك، أنا مشتاقاك. أختك هبة تهاتي بك ليل ونهار، سومة. اقعدي شوفيها وسلمي عليها، أختك محتاجة ليك. قعدت كتير يا ازدهار، اديني رضاك. راضية عليك وعافية ليك. لما نعمل تليفون بضرب لكم. سمح. سلام الله والنبي. النور في شنو يا اخوي؟ تعال مالك يا ابن عمي؟ كده تفضل جوا. النور انت عسل خلاص. انت النور قال البيت ده بيت ابوك ولا شنو؟ البيت ده شغال فيه جناين، يعني لو خشينا انا وانت جوا ممكن يطردونا الاثنين. عليك الله ما تفضحنا ساكن. عليك الله بطل عقدك دي يا اخي، انا زي ولدهم هنا يا اخي. قصدك ابوهم؟ يا حربي الناس زي مش اغنياء شديد، لكن والله طيبين كده خليني من طيبتهم. دايرني في شنو؟ يا اخي دارك في مصلحتك والله. اللي هي يا اخي خلي الخبط بتاعك ده والضرب اللي بتعمل فيه ده يا اخي، تعال نشوف لك شغل معي هنا يا اخي. والله يا نور انا كان اقعد عاطل ما اشتغل شغلتك دي. مقبوله منك يا ابن عمي، لكن برضه داير مصلحتك. مصلحتي انا بعرفها كويس يا ابن عمي. بعدين الصاله والبطولات اللي انا بخش هذه الحمد لله اموري طيبه. عندك حاجه تاني ولا امشي احصل بيتي؟ بس مشكلتك من يومك راسك قوي. اسمع، سلم على الحلوه دي عليك. كويس يلا. ما في ده ماله دخر كده. الو ما جا طالع. نمشي اشوفه. طعم دمك حلاوة يا حلاوة. مشكلتك خشيتي ساعة مافيا. خشيتي ساعة مافيا. سلافة 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 وتخدر بقتلك الليلة.
من الرجال ديل اصلا كده، لما يكورك ما تكوركي معه. حافظي على بيتك يا بنتي. كل ولدي يا لعمه ما يمد يده على بنتي. يا اخواني ده كلام شنو؟ زي ما هي بنتك برضه بنته، برضه دي على خط احمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدام منى كيفك؟ كويسه يا النور. ان شاء الله طيبه. النور داير شنو؟ دارك في موضوع بس. والله العظيم انا ما ناقصاك، اتكلم. لكن انا ما اقدر اتكلم قدام حبوبه دي. الحبة تخنقك يا الجناين يا البواب. النور اتكلم، في شنو عليك الله؟ ما قلت لي شنو في زياده الراتب؟ ان شاء الله كلمت استاذ ميدي. انت النور ما عندك خشم تتكلم بيه، ما تمشي تزعلوا عليك الله. لكنه ما بحب الكلام في القروش بس. عليك الله ما تزعجني، والله ما ناقصاك انا. طيب ما تكلميك يا حبوبه. الواد ده انا افكه بالشبشب ده، امشي غور من هنا يلا. حربي حلوة. ايه تعالي هنا. شنو حربي؟ انا ما ابوك ولا شنو؟ انا اسمي آسر يا زول. بحب أقول لك حربي. ليه؟ طيب يا أبوي، آسر ده اسم حلو، لكن حربي بحس أبوي قوي جاي من حرب. يا اخي انت تقولي اي حاجة في الدنيا. امك وين؟ أمها هدي؟ اوه ست الناس يا اخي. والله ست الناس غربتك دي ما في، ما تكذب. كان عجبك؟ قلة الأدب. آسر أقدر أتكلم معك؟ مش في هناك يا حلوة. آسر أنا ما عايزك تخش البطولة الجاية دي. ليه؟ أنت عارف أنا كمنيا ما عندنا غيرك في الدنيا دي، والمرة اللي فاتت كسرت يدك، هالمرة دي بدك تغسل لنا شنو تاني؟ سمر ما بتجينا اي عوجة ان شاء الله. آسر أنا ما بتحمل حاجة فيك. تخافي علي؟ أكيد طبعا. قدر شنو؟ قدر الدنيا دي كلها. حبة. قدر الكون ده كله. طيب برضو حبة. عايزني أقول لك قدر شنو؟ ليه قدر منيا؟ عليك الله ياسر عرسها بعد ده. هذه غيرة ولا شنو؟ أي غيرة، أنا ما دارك تحب أي زول في الدنيا دي أكتر مني، حتى لو منيا بنتي. الرنجة أحبك أنا. أموت فيك. يلا أنا ماشية أريح شوية، عندي شفت بالليل. أوكي نومي ذاته لأنه نوم الظالم عبادة. ليش ده؟ بالمناسبة مني قبل جاء صداع البايخ داك تاني، لكن اديتها بأنادول وهدت. أنا ما عارفة قصة الصداع ده معاه شنو تاني. ما انت عشان ما عارفه قصه الصداع ده شنو، انا 100 مره قلت لك يا سمر يا اخي بدي نوديها المستشفى شابكاني، انا بخاف وعندي فوبيا من المستشفيات، بدي كده ليا سنتين عندها الصداع ده، معناه ده ما صداع عادي. آسر منيا ما فيها شيء، شافعة ولابس في الشمس وجات ضربة شمس، ما تكبر الموضوع. سمر انت كان بتخافي من المستشفيات بوديها انا منيا. صداع عادي يا آسر ما فيها شيء، منيا نصيحة ما فيها أي شيء، ما محتاجة مستشفيات. الله يهديك يا سمر. دكتور الواد الحمد لله كويس، والطعنات جت خفيفه، بس البنت للاسف الدوام لله. يا دكتور الفاضل ما فيك الدكتور خلوه يفهمنا. سلافه ماتت كيفين يا دكتور؟ سلافه تم اغتصابها واتطعنت 5 طعنات بعد ذاك. انتوا لازم تمشوا القسم وتتموا اجراءاتكم، وانا عشان حاله الوالد ومعرفتي بيكم اتجوزتوا هناك 8، فلازم تمشوا القسم تفتحوا بلاغ. بلا خلو ابوي وينه؟ ابوك جوا يا الفاضل. عباس لازم تمشي القسم، وده الموضوع ده هيعمل لي مشكله. مشكله شنو يا دكتور؟ قاعد الرايق عافيه. دور لغايه دي مشكله شنو حسيتي؟ انا عملت شنو في الدنيا دي عشان اشتغل في ودم صقعي؟ تخلفيني يا اخي. شنو اللي عملته ده ما في؟ انت مجنون ولا شنو؟ اي جان ما انسان، عملت شنو يعني؟ شنو عملت شنو؟ تقتل اثنين وتقول لي عملت شنو؟ الكبريت ده ما مات. عرفت كيف؟ الشمامة دي ما شمت ريحة موت ومعناها ما مات، وانت لو ما دخلتك دي انا كان داير تبقى تأشير المقابر، جيتك جا تطيح حاجة. دخلت شنو يا مافيا؟ مين الاول ان احنا اتفقنا تقتل؟ مافيا ما بيتفق مع زول، مافيا مسوي اللي بتقوله للساعة دي. طيب بس كده اذا عمك ده حي معناته شافنا صح؟ شافنا.
نعمل شنو نحن هسه؟ كده انا ماشي الخرطوم وحاتحرك السويتة حاتتحرك معاي. الخرطوم؟ خرطومنا نحن لا بنعرف فيها زول ولا شيء. نعرف فيها زول ما نعرف فيها زول، دي حقت مافيا. ماشي والله ترجع الحلة. ارجع الحلة عشان اولاد الدوش يقطعوني؟ شوف يا تنقى، انت وكراعك فوق رقبتك حاتمشي لانه انت لو رجعت الحلة اول زول يلاقيك حتدي الحاصل كله، ودي دوشة مافيا مبدوشة. ما فهمتك. يعني مشيت خطوة على الحلة حاتلحق سلافة. ما في انت ممكن تغدر بي؟ الخرطوم خرطوم ما في. لغة اتمسح. والله يا دنيا أمرك عجيب. طبعا يا مجدي انت آخر حاجة في الدنيا دي ممكن تتوقعها إنه سمونا مرقت، بس المرقت دي ما سمونا، دي السم. وأنا عارف يا مجدي أنا باقي عمري ده كله حاتمه قصادك. أي دقيقة مرت وأنا في السجن أنا ححاسبك عليها، وأنا ما حقتلك لأنه الموت راحة بالنسبة لك وما بيفشني. مجدي انت حتتعذب عذاب 9 سنة يا مجدي، 9 سنة. أملى يمينك سمونا جاياك. لا السلامة يابا، ورت بيتك. السلامة دي تقولوها لما تجيبوا حق سلافة وعلي الغسم. علي الغسم. ذولي ناضم في وكن الشرطة وأنا عافينه. كم نسوا كده يابا؟ دوت خدر. قصدك مافيا؟ يا هو معود فايزة. وقعتوا ما سميته. الأولاد ديل قبال ما تصبح الواط، يجيبوا ريسان هنا. ناير أرح فاضل وين؟ سمعوا خضر مرق. أنا قايل تكون في بيته. ولدك وين يا زول؟ استهدى بالله يا راجل يا زول، استهدى بالله. عليه الحرام ما خليه، مش ابو مافيا يكون عارف محله وين. فهموني في شنو؟ ولدي ماله؟ ولدك الخضر قتلوا خدنا، قريته كان قتله بس ده اغتصبه وطعن ابوي هذاك راقد في المستشفى. مصطفى سوى ده كله؟ ولدك وين يا خضر؟ والله ما عارفه. ابشرك انا ما حتعرف عنه شيء. ولدي كان سوى القتوه فيه ده، سووا الدارين تسووه. نحن قلنا بنحل الحول ما بيخلي حقنا. اطلعوا قدامي. يا ربي أنا سويت شنو في الدنيا دي عشان تجازيني بمصطفى؟ الله يرحمك يا سكينة، غايته ولدت لك شيطان رجيم. والله يا مصطفى لو سويت كده ما عافي لك لا دنيا لا آخرة، ولو الناس ديل بيتبلوا عليك أنا ما بخليهم. أمي أنا قررت أطلق من مجدي. ده شنو ده هسي؟ يعني عشان ضرب ديالة البيت اتخرب؟ ما أكذب عليك يا أمي، ديالة سبب وسبب كبير جدا، لكن في حاجات تانية. اللي هي شنو؟ مجدي يا أمي رغم السنين الطويلة اللي أنا عشتها معاه دي ما قادرة أفهمه، بحس بيه غامض كده.
ما عارفة، هاي عنده قروش كثيرة شديد وما بيحوجني لي حاجة، لكن أنا غموضه ده مخوفني. شوفي، طول ما صاينك ومحافظ عليكي وعلى بيته أمسك خشمك ده عليكي. الرجال ده كلهم كده، ما أي حاجة بيحكوها. خليه غموضه يا أمي، أنا سكره ده بالنسبة لي حاجة ما مقبولة. والله يا بنتي في دي معاكي حق، لكن نقول شنو؟ ربنا ابتلاه وربنا يهديه. ها خدت لكم العشاء؟ ده شنو ده يا اخ؟ ده شنو انت عامله في نفسك ده يا اخ؟ يا اخي انا جايبه لك 100 مريال يا اخ. والله انا ابوي جاني في النوم قال لي البس كده وفي قطعتين دلاجين كده قال لي البسهم، وانت وقت ما انا قاعد اعمل لكم الاكل والحاجات خلاص انتوا بعد المفروض تكونوا مبسوطين وانا كده مبسوط. بس اخدت لكم العشاء يا منى. شنو؟ منى؟ ما صاحبتك انا، اسمي مدام منى. يعني عشان قلنا منى القيامه قامت، ما الباميه دي مرات بتتاكل مفروكه ومرات بتتاكل مطبوخه. ماشي يا اخي خلوا الامور تمشي ما تركزي. هايتو يا حسنين، يعني لو ما زرفتك وخفت دم ان انا كان زمان طردتك. امشي يا اخي امشي امشي. الله يهديك. انا عارفكم بتحبوا الاكل حقي ولا ما كده يا زعل؟ استغفر الله، الله يهديك. يلا انا ماشي الشغل. تعالي اها. انا كم مره قلت لك الطرحه دي ما تخديها ساي ولفيها في راسك. حاضر. وانا ما داري اي صرافه مع الموظفين. حاضر. ولو في زميل هتم عليك انا، لو في زميل قال ده رقمك ادي كف. هاي انت كده زولها مذاكره كويس. ولو في زول في الشارع هتم عليك انا، ولو في زول في الشارع شاغلك ودي مستحيل تحصل لانه ده من المناصيح هيشغل مرة حربي. المهم لو في زول في الشارع شغلني اقول يا حربي وانت تيجي تربي. الحاجه الثالثه انت طالعه حلوه كده الليله ليه؟ بطل. بحبك. تحبني انا ولا منيا؟ انت متلخبطه الكلام. انت حب قلبي ومنيا حب روحي. سامح، الله يخلي عليك. بخليك لي انت ذاتك يا ست الناس. امشي الشغل 11 دقيقة ما جيتي انا بعمل حريقة. الرنجة الرنجة. يلا يلا سلام. سمر. نعم. والله العظيم بحبك. عارفة أنا كمان بحبك. ما شاء الله. يلا. وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع. دنيا ظلمك حد وين ما بتدي غير حسرة وجع. وشحت انا وجع السنين خلق الله عماها الطمع. الراجي ربنا ما بخيل والصندوق ربنا ما بقى.
درون